يا هلا بكل المهندسين، بتمنى تكونوا بخير. واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان The Patience Stone. بس قبل ما نبدا ما تنساش المهندس تترك لايك واشتراك لما كنت مشترك علشان يوصلك كل جديد، واترك لنا تعليق عن رايك بالفيلم، وكالعاده ما تنسوش ان احط رابط بالتعليق المثبت للي حابب يحضر الفيلم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. فيلمنا بيبدا بافغانستان واللي بيكون فيها حرب، وبكون في زوجة عمرها 30 سنة اسمها لينا، وبتكون تدير بالها على زوجها خالد اللي بيكون مصاب بطلقة برقبته. وعلى الرغم من إطلاق النار والانفجارات اللي بتصير برا، لينا ما بتتركش زوجها خالد وبتضل معه وما بتهربش، وبتمسك لينا المسبحة وبتدعي ربنا إنه يعطي زوجها القوة ليتعافى من إصابته. وبتكون لينا تعطي زوجها الدواء عن طريق ماسورة بثمه، وبتطلب من زوجها أنه يقطع نفسه أثناء هذه العملية. وبيكون خالد مشلول ومش عارفة لينا إذا كان سمعها أو لا، وهو الشيء اللي بيحبطها. وبيحكي الدكتور للينا بأنه زوجها خلال أسبوع أو أسبوعين فحيرجع لحالته الطبيعية وحيقدر يتكلم زي أول. وبمر أسبوعين بس للأسف مفيش استجابة من جسد خالد. وبيكون في عند لينا وخالد بنتين اسمهم ديالا وروزا، وبيكونوا جوعانين فبيطلبوا من أمهم لينا إنها تأكلهم. وبتكون المؤن من البيت عمالة تخلص شوية شوية، فبتقرر لينا تروح لتشتري من السوق. بمجرد خروج لينا من البيت بتقتحم الآليات العسكرية للأعداء المكان وبتطلق النار على الناس. بس الناس المحليين بيكونوا متعودين على إطلاق النار والانفجارات اللي بتصير ببلدتهم، يعني هالشيء صار طبيعي بالنسبة لهم. وبتروح لينا للصيدلية وبتطلب الدواء المحدد لزوجها ليضل عايش، بس الصيدلي بيرفض يساعدها لأنها معهاش فلوس، وفوق هيك عليها دين لازم تدفعه. وبتكون لينا حزينة جدا لأنها ما بتقدرش تعمل فلوس، فبتقرر تعطي زوجها قطارة فيها مية حلوة بدلا من الدواء علشان ما يضلش جوعان. وعلى الرغم من إنه زوجها ما بيتكلمش إلا أنها دايما بتطلب منه الإذن إنها تروح تشتري من المحل أو تروح تزور خالتها دينا. وبتترك لينا انه زوجها خالد مش حيرد، فبتلبس وبتروح لتزور خالتها دينا. وبتكون خالتها دينا هي قريبتها الوحيدة اللي ما هربتش من القرية بسبب الحرب والانفجارات. وبتدق على باب خالتها، وفجأة بتفتح امرأة غريبة الباب وما بتكونش عارفة فين خالة لينا، وبتسكر الباب بوشها. فبتنصدم لينا لانه خالتها هي القريبة الوحيدة اللي فضلت ليها بهذا المكان. وبترجع للبيت وبتحكي لزوجها انه خالتها دينا رحلت من المكان، وبتحكي له بانه اخوه وامه هم كمان غادروا البلدة قبل خالتها بكثير لأنهم كلهم كانوا خايفين من القصف. وبتبدأ لينا تنتقدهم لأنهم ما اهتموش لا بيها ولا ببناتها ولا بزوجها، ولا حتى قالوا للينا بأنهم حيغادروا البلدة. وبتفضل لينا تدعي ربنا أنه يخفف هذا الكرب عنهم ويعافي زوجها، لأنه ما فيش غير ربنا حاليا ليها هي وزوجها. وبتكون خايفة زوجها يموت وأنها تضل لوحدها بهذه الحياة هي وبناتها طبعا. وبيكون ما فيش مية وكهرباء بالبيت، ولهيك فلينا بتكون تعتمد على إشعال الفوانيس فقط. وبتكون روزا وديالا مش عارفين إيش اللي بيحصل مع أبوهم، وبظنوا أنه أبوهم غضبان عليهم، فبتطمنهم لينا وبتحكي لهم كل حاجة حتكون بخير. وباليوم الثاني بيرجع الدكتور ليفحص زوج لينا، بس بتحكي للدكتور بأنها ما بتقدرش تدخله لأنها بدورتها الشهرية، وبتطلب منه يرجع بعد عدة أيام لبين ما تروح منها الدورة. ليش هو فايت يفحص جوزك ولا فايت يعمل معاكي تشوك تشوك مثلا؟ آسف خلينا نكمل. وبتفحص لينا جرح زوجها وبتكتشف بأنه الجرح بيصير أسوأ لأنه الرصاصة لا زالت بداخل ركبة زوجها وما فيش دواء. وبعد شوية بتسمع لينا نداء من مأذنة الجامع بيحكي فيها أحد المجاهدين إنه جميع شباب البلدة لازم يجتمعوا بمكان واحد ليستلموا سلاح ليدافعوا بيه عن بلدهم ووطنهم. فبتدرك لينا بأنه فيه هجوم قادم، وبعد شوية البلدة بتنضرب بصاروخ، فبتخاف لينا وبتاخذ بناتها للقبو. وبرضه الجيران بينزلوا لقبو منازلهم، بس بيتركوا أحد أفراد عائلتهم المشلولين برا لأنهم ما بيقدروش يدخلوه للقبو. وبيأمر المقاتلين بالراديو الناس إنهم يغادروش الملاجئ بتاتا لحين انتهاء القصف. وأول ما يخلص القصف بتركض لينا لعند زوجها لتتأكد إذا لساته عايش. وبياخذ الجيران الرجل المقعد للقبو لأنهم متوقعين إنه في كمان قصف حيصير قريب جدا. وبتقطر لينا مية بعيون زوجها على أمل إنه يفيدوا. وأثناء هالشيء فجأة بتقتحم دبابات الأعداء وجنودهم البلدة، وبيكونوا يقصفوا بشكل عشوائي كل ما يقبع تحت نظرهم ليسببوا أكبر ضرر للبلدة. وبتدرك لينا بأنها لازم ترجع للقبو فورا مع بناتها. وبعد عدة ساعات بترجع للبيت وبتنظف آثار القصف والدمار اللي جتها لبيتها. وبتحس لينا بأنه المعركة لساتها ما خلصتش، فبترجع للقبو. وفجأة بيدخل المقاتلين للبيت وبلاحظوا خالد وهو مشلول أمامهم، فبيسرقوا منه ساعته وخاتم زواجه. وبيبحثوا في باقي الغرف بس ما بيلقوش حد تاني، وبيفتكروا إنه خالد ميت لأنه ما بيتحركش. وبيشوفوا القرآن جنبه فبقرروا ما يقتلوهوش لأنه مثلهم، يعني سرقتوا ساعته وخاتم زواجه بس ما قتلتوهوش لأنه مسلم مثلكم. الله على أخلاقكم يا محمدين صلاحين. وبتطلع علينا من القبو للبيت وبتكتشف بأنه في حرامية دخلوا للبيت. بس المصيبة مش هون، المصيبة إنه المقاتلين لما دخلوا على البلدة فأي شاب كانوا يشوفوه بوشهم
كانوا يقتلوه ويعلقوه على الشجرة، فبتخاف لينا جدا وبتقرر تاخذ بناتها لخالتها دينا. بس المشكلة كمان مرة إنه في سيدة تانية غير خالتها بالبيت، وبالآخر بتعطي السيدة الغريبة العنوان الجديد للخالة دينا للينا. فبتروح لينا لهذا العنوان وفعلا بتلقى خالتها هناك، وبتطلب لينا من خالتها دينا إنها تعتني ببناتها لأنها حترجع لعند زوجها. وبتحكي الخالة دينا إنها كانت متزوجة زمان، بس لما زوجها اكتشف إنها عقيمة قرر يرسلها لأهله ليخليها خدامة عندهم. وبإنه لما حماها أبو زوجها اكتشف إنها عقيمة فضل يغتصب بيها وهي ساكتة لغاية ما متحملتش وقتلته بالآخر. وبإنها هربت منهم وحست بالحرية أخيرا، وبتودع لينا بناتها وبتاخذ فلوس من خالتها وبترجع لعند زوجها. وبعد شوية بتفهم لينا ليه أقارب زوجها غادروا وتركوه، وهو إنه مثل أخوته كان يعرف إنه الحرب على الأبواب، وبإنه كان يعرف مثلهم إنه بيته هو بالخطوط الأمامية للمعركة. وبتنتقد لينا زوجها لأنه ما حكالهاش عن هذا الموضوع وما حكالهاش إنها هي وبناتها حيكونوا بخطر. وبتحكي كمان بأنها غير سعيدة بزواجها من خالد، لأنه لمدة 10 سنين من زواجها منه ما كانش زوجها يهتم بها كتير، على عكس أخوته اللي كان كل همهم كيف يحصلوا على جسدها، بس هي كانت ترفض علشانه. وبتحكي بأنه لو زوجها خالد مات زمان فكانت حتكون زوجة واحد من إخوته، وبأنها كانت حتكون بأمان بهذه الطريقة. وبتحكي بأنها انجبرت على الزواج منه بالماضي. وبتتساءل لينا ليه هي بتحكي كل هالكلام على الرغم من إنه زوجها مشلول وما بيتكلمش، بس بتكون متأكدة إنه بيسمعها منيح. وبتكمل بسرد ذكرياتهم الكئيبة، وبتحكي بأنه أبوها كان ما بيهتمش فيها جدا، وكان يفضل يلعب مع أصحابه بدلا منها لما كانت صغيرة، وبأنه لما كان يشوف بنته ومراته كان يضربهم بدون سبب، وبأنه بيوم من الأيام أبوها أنفق كل الفلوس اللي معاه ليجيب عصافير ليبيعهم على أمل إنه يصير غني، وبأنه كان يلعب القمار وبالآخر خسر وما قدرش يدفع الفلوس اللي عليه. فقرر أبوها إنه يعطي أخت لينا اللي كان عمرها 12 سنة للشخص اللي خسر أمامه بالقمار بلا مقابل. وبتعصب لينا من هذه الذكريات وبتقرر ما تكملش بالكلام مع زوجها، وبتروح لعند خالتها وبتحكي لخالتها دينا بأنها ما بتقدرش توقف حديث مع نفسها. فبتحكي لخالتها بأنه سبحان الله الواحد لما يتشل بيتحمل كل الكلام اللي بيتحكى له من مراته بدون ما يحكي أي حرف، وبأنه لينا بتقدر تحكي أي شيء أمام زوجها ما دام هو بهذه الحالة. بس بتحكي لها أسطورة إنه كان في حجر بيتحمل كل شيء، بس بيوم هذا الحجر انفجر لأكثر من 1000 جزء من الضغط اللي عليه. ولما تدرك لينا إنه زوجها صار له 3 أسابيع مش ميت بتدرك إنه وعاء الصبر بتاعها، يعني بتصب نكدها عليه وهو مش قادر يرد عليها. وبيوم بتنظف لينا زوجها وبتحممه وبتبوسه لأول مرة من 10 سنين زواج. وفجأة بتتذكر لينا ليلة زواجها وبأنه يومها ما كانتش قادرة تحمل منه، وبأن حماتها عملتها بسوء لأنها فكرت إنها عقيمة. فبالآخر لينا راحت عملت التشوكشوك مع حد تاني وحملت منه ببناتها روزا وديالا. وزوجها خالد ما كانش يعرف بهذا الكلام من 10 سنين كاملين. وبتشوف لينا من الشباك إنه الجيران عم يدفنوا أولادهم اللي ماتوا أثناء الاجتياح، وبيكون ما فيش فلوس لتداوي زوجها. وبنفس الوقت بترفض تخلي صديق زوجها يدخل ويداويه إلا ومعاه رجل تاني. وبيوم بيكون الجنود معبيين البلدة، وبتكون لينا خايفة منهم إنهم يقتلوا زوجها المشلول، فبتسحبه بسرعة وبتخبيه. وبعد شوية بيقتحم المقاتلين بيت لينا، وبتكون لينا خايفة منهم إنهم ياخذوها معاهم بالقوة، فبتحكي لهم بأنها بتبيع جسدها مقابل المال. فبعصب المقاتلين وبيحكوا بأنه هذا منافي لتعاليم الإسلام، ولهذا السبب فالقائد ما بيعملش معاها تشوكشوك وبيكتفي بإهانتها على تفكيرها المنحرف، وبيكون مش عارف إنها ماسكة سكينة وراها، وبأنها كانت على استعداد إنها تقتله لو كان حقا حيغتصبها. وبالليل بتروح لينا لزوجها وبتوعده بأنها حتحكي له كل الأسرار اللي كانت مخبيتها عنه طول ال10 سنين الكاملين. وبالصبح بتسمع لينا حد بيقترب مرة تانية من البيت، فبتخبي زوجها مباشرة. وبتشوف أحد الجنود اللي أجوا امبارح لبيتها رجع لعندها، وبيكون صغير ومحروم، وبيحكي للينا بأنه حيدفع لها فلوس لو عملت معاه تشوكشوك بس لينا بترفض. ولكن الجندي بيرمي الفلوس على الأرض وبينط عليها وبيجردها وبيغتصبها. وبعد ما يخلص الجندي نشوته بيقوم عنها، ولينا المسكينة بتقوم وبتروح تنظف نفسها من العار اللي لحق بيها. بعدها بتقرر تشتري مية ودواء وأكل لزوجها بالفلوس اللي رمالها إياها الجندي اللي اغتصبها. وبيوم بتسمع لينا صوت خرخشة برا البيت، فلما تروح تتأكد بتكتشف إنه نفس الجندي اللي اغتصبها، وبيحكي لها بأنه حيدفع لها فلوس أكثر من المرة اللي قبل لو عملت معاه تشوكشوك كمان مرة. وهاي المرة بتقبل لينا. وبعد التشوكشوك لينا بتحكي لزوجها إنها نامت مع حد تاني علشان الفلوس، مع إنها عارفة منيح إنه لو سامعها وبيقدر يقوم فحيقتلها لا محالة. وبتستفز لينا زوجها وبتحكي بأنه زوجها ما بيلبيش رغباتها بالسرير مثل ما الجندي الشاب بيعمل، على الرغم من إنه التشوكشوك كله على بعضه مع الشاب الصغير ما استمرش أكثر من دقيقة. وبلحظة بتشعر لينا بالذنب، فبتروح بتمسك القرآن وبتبوسه. وبيوم بتكتشف لينا إنه في حد صلح الجدار المقصوف اللي ببيتها، وبتكتشف إنه هذا الشخص هو الجندي الصغير اللي بيطلب منها كمان مرة تعمل معاه تشوكشوك وبيحكي للينا
بأنه قائده عذبه وفي على جسمه علامات حروق لأنه قائده طفى سجايره بجسمه. فبتحضن لينا الشاب بحنان وبتكون حزينة عليه لأنه أصبح جندي غصبا عنه. وبيوم بتسمع لينا الشيوخ بالراديو بيتكلموا عن الأنبياء، وبتحكي لينا مع خالتها دينا عن هذا الموضوع. فبتحكي دينا للينا بأنه محدش بينولد نبي وبأنه كل الناس معرضين للخطأ إلا الأنبياء. ولما ترجع لينا للبيت بتشوف حبة فواكه محطوطة على باب بيتها مع كلاد الذهب، وبتكون من حبيبها الجندي. وبتشعر لينا بأنها ما بتحسش بالسعادة إلا مع هذا الشاب، وبتستمر لينا بالاعتناء بزوجها. وبالآخر لينا ما بتتحملش إخفاء الأسرار عن زوجها، فبتقرر تحكي له أسرار أكثر، وهي أنها لما كانت حامل ببناتها كانت تحاول تعملهم إجهاض، وبأنه لما انولدوا بناتها حاولت لينا تخنقهم برجليها بس ما قدرتش بالآخر، والسبب هو عقم زوجها. وبأنها كانت خايفة زوجها يطلقها لو اكتشف الموضوع، وبأنه الشخص اللي حملت منه هو صديق خالتها دينا، وبأنه المصيبة الأكبر إنه أم خالد هي اللي خلت بنتها تنام مع الرجال علشان تحمل وزوجها يفرح. وبتكون لينا مش عارفة مين هو والد بناتها لأن خالت زوجها كتير، وفجأة ما بيتحملش زوجها أكثر وبيستيقظ من غيبوبته وبيحاول يخنق مراته لينا، فبتقتله لينا بالسكين. وبيوصل الجندي الشاب للبيت وبصير شاهد على إنه خالد كان حيقتل زوجته لينا، فلينا دافعت عن نفسها. ولهون بيخلص ملخص فيلم Stone of Patience. لو عجبك الملخص وحابب أنشر ملخصات مشابهة ما تنساش يا صديقي تترك لايك للفيديو وتشترك بالقناة علشان توصلك أحدث الملخصات من قناة مهندس الملخصات. وما تنسوش تعملوا متابعة على صفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم أخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.